اتنين، ان يتوفر المكان الواسع. لازم يكون عندك مكان واسع اللي هتبدأ فيه التربية. يعني ما تبدأش مثلا ب 100 جوز والمكان عندك على قد ال 100 جوز. لازم يكون المكان عندك، لو هتبدأ ب 100 جوز لازم يكون عندك المكان يتسع ل 500 جوز. ايوه زي ما سمعت حضرتك كده. ليه بقى؟ هقول لك ليه يكون عندك المكان واسع. اعمل حساب لقدام، لان انت هتنتج والعدد هيزيد فهيطلع عندك زغاليل. الزغاليل هتكبر، ممكن تفكر تجهزها شبابات. اقول لك برضو كمان، ويكون عندك المكان مجهز بسلكات لو هتربي في سلكات زي كده. طبعا تجيب سلكات مش من اي حد، تجيب سلكات برضو سلك تقيل عشان انها تتحمل معاك تشتغل سنين كتير. او لو ما انتش عايز تربي في سلكات، يكون عندك مكان كبير تقسمه لعدة غرف، عدة تقسيمات، تقسمه على غرف مقسمة ان شاء الله بسلك، مش لازم مبنية يعني. هتحتاج مكان طبعا تفرغ فيه